ودعنا الإسكندرية وفي طريقنا إلى القاهرة، ومن هناك سنودع مصر حرسها الله. هذه المرة رجعنا من الطريق الزراعي، يعني كل مدن الريف المصري الجميل وقراها الخضراء ستكون أمامنا. الله على جمال الريف المصري، جميل جميل الريف المصري. محافظة الغربية، داخلين على مدينة طنطا، فيها مسجد السيد البدوي. قررنا التوقف في محافظة الغربية، وبالتحديد في عاصمتها مدينة طنطا، مدينة السيد البدوي. قررنا الاستراحة واستكشاف المكان. مدخل مدينة طنطا في وسط الدلتا، في منطقة الفلاحين الجميلة جدا. هذا واحد من أشهر من يقدمون الفول والفلافل خارج مدينة طنطا، يعني في مدخل مدينة طنطا، لكنه هو الأشهر. مطعم أم محمود ومنى. ما شاء الله ما شاء الله. هذه الجبنة القديمة وهذه الجبنة الجديدة. المذاق صعب الواحد يتحملها، شيء شبيه بالمش، لكن المذاق صعب. فول بالزبدة، ذابت الزبدة، يحتاج ليمون. البيض والسمن البلدي، مع الجبنة القديمة لازم الواحد يتعامل معاها بحذر، لأنه المذاق والطعم صعب، شديدة الملوحة. ندخل على الفلافل. لا يقل جمالا عن الفول. الفول والفلافل عالم آخر، خاصة في مصر أم الدنيا. بعد رشة الليمون صار الطعم لذيذ جدا. حلويات، حلاوة طحينية وكريمة ومربى. بيض أومليت، على طريقة مدينة طنطا. عصير الخضروات، طماطم، شبيت، مية. طعم غريب صحيح لكنه لذيذ. حلاوة طحينية، جبنة كريمة، الجبنة الجديدة، جبن قريش. هذه تكاسر الجبنة القديمة، أقل ملوحة. مصر الجميلة.
مدينة طنطا مدينة جميلة بصراحة، وناسها طيبين، وأكلها لذيذ بعد. مسجد السيد البدوي درة مساجد مدينة طنطا، واحد من أشهر المساجد في مصر. شاب الدمياطي ب 14 جنيه، ارسم شاب الدمياطي ب 30 جنيه. مركز مدينة طنطا الجميلة مسجد السيد البدوي، واحد من أشهر مساجد مصر. لما يحصل مولد السيد البدوي آلاف وعشرات الآلاف من الناس تجتمع في هذا المكان، مكان شهير جدا جدا. مسجد ما شاء الله بناءه أكثر من رائع. طنطا جميلة. كيلو الحمص 50 جنيه. قررنا نجرب القهوة الجميلة في مدينة طنطا بالقرب من مسجد السيد البدوي. طنطا جميلة، أجمل ما فيها هو مسجد السيد البدوي، لكن يبين فيها سوق جميل جدا، رح نستكشفها هذه المرة، خاصة المشبك. القهوة المصرية اللي على أصولها في مدينة طنطا تقدم بهذا الشكل في كوب من زجاج، حار حيل. شنو نشتري من طنطا؟ أهم الحاجات اللي تشتري من طنطا الحمص وحلاوة الشعر والمشبك. صحيح هو من دمياط لكنه جميل جدا. هذا الحمص، هذا الحمص، هذا الحمص. المشبك زلابيا، طعمه كأنه زلابيا اللي عندنا طبعا المشبك، لكن في طنطا خيال. المشبك مشهور جدا في طنطا. حلاوة شعر، أهم الحاجات اللي تشتري من طنطا. خلاص ناخذ على نصيحة. ايش؟ هياخد بنصيحتي. وانا ماشي مش مشكلة. حلو. الحين أي أحلى، هذا ولا هذا؟ دي جودتها أعلى. يلا. دي المكونات بتاعتها. هذه البسبوسة الهريسة. هذه البسبوسة الحقيقية في طنطا. بديع. هذا الفولية، الفول السوداني. قوية صحيح لكنها لذيذة. هذه ادينا منها 3 حبات. السكر وصل إلى مستويات خطيرة. أنا جايب لك الماء أهو. السكر وصل إلى مستويات خطيرة، لازم مية. أخذنا الحمص، واحد من أهم الأشياء اللي تشترى في طنطا، حلاوة الشعر والمشبك والبسبوسة. هنا البسبوسة حقيقية، البسبوسة عجبتني جدا، بسبوسة من الآخر. يعني ما أكلت في القاهرة بسبوسة ولا في الإسكندرية نفس البسبوسة هذه، بسبوسة حقيقية. حمص هدية وقت الدفع، أصعب الأوقات. فهمت؟ كل حسابنا 70.
الرخص. ماشي يا باشا، خلي بقى يوم. الله يخليك. الله يعطيك الف عافيه، شكرا ما قصرت، مع السلامه، شكرا. هذا السبح، هذا السبح ذكرى جميله من طنطا، مكتوب عليها الله محمد. بكام الواحدة من دي؟ 20. بس يلا ناكل. هذه المنطقة في الليل غير، أجواء شبيهة جدا بأجواء الحسين في القاهرة. الميدان اللي قدام البدوي، وحمص البدوي، وحب عيز البدوي، وحلاوه شعر البدوي، وحب عيز البدوي. اكازيون كرسي المشبك الدمياطي ابو 15 جنيه